عمرك سألت نفسك ليه صوتك بيتغير أول ما تيجي تتكلم قدام الناس؟ ليه فجأة تحس إن صوتك ضعيف، مش شبهك، وكأنك مش قادر تقول اللي جواك؟ الصوت مش مجرد حنجرة، صوتك هو صورتك اللي بتوصل للناس قبل كلامك. لو مهزوز هيتشاف إنك مهزوز، ولو ثابت حتى لو بتقول أقل الكلمات هتسيب أثر. مفيش حد بيتولد واثق في صوته. الثقة دي بتتبني خطوة ورا خطوة. أول خطوة، اسمع نفسك. كتير مننا بيكره يسمع تسجيل لنفسه، يحس إن صوته غريب مش شبهه. أول ما يسمعوا نفسهم يقولوا هو أنا كده؟ ده صوتي؟ غريب. لكن ده أول باب للثقة، إنك تواجه نفسك وتسمعها. جرب تسجل دقيقة بتحكي عن يومك، اسمعها، مش عشان تنتقد لكن عشان تفهم انت ازاي بتبان للناس. لما تسمع صوتك بتفهم ازاي العالم بيشوفك، ومن هنا تبدأ الرحلة. تاني خطوة، بلاش تتكلم بسرعة. هل عمرك جربت تتكلم بسرعة عشان تخلص؟ كتير بيتكلموا بسرعة عشان يخلصوا من الموقف. عارف الإحساس إنك عايز تخلص كلامك قبل ما يتفضح توترك؟ بس ده اللي بيكشفك أكتر. الجري في الكلام بيخليك تضيع المعنى. الكلمة القصيرة الواضحة بتوصل أسرع من 1000 جملة متلخبطة. تالت خطوة، اتعلم تتحكم في تنفسك قبل صوتك. خد بالك، اللي بيخلي صوتك يتكسر مش ضعف الحنجرة، ده خوفك اللي بيجري أسرع منك. قبل أي كلمة لو تنفسك سريع صوتك هيتهز. لو قلبك بيرتعش صوتك هيبان مهزوز. خد نفس عميق، مش بس عشان تفتح صدرك لكن عشان تقول لنفسك أنا هنا ومش ههرب. أحيانا الصمت قبل الكلمة أقوى من الكلمة نفسها. رابع خطوة، جرب في الأمان قبل الخطر. الثقة في صوتك مش هتيجي في أول مرة. اوعى تفتكر إن الناس اللي بتتكلم قدام آلاف كانوا كده من الأول. كلهم بدأوا بنفس الخوف اللي عندك دلوقتي، بس الفرق إنهم قرروا ما يهربوش. ومش لازم تبدأ قدام جمهور كبير، ابدأ صغير. جملة بصوت واضح في اجتماع، قول رأيك بصوت واضح في نقاش صغير، اطلب طلب من غير ما تهرب، اضحك بصوتك الحقيقي وسط الناس. الحاجات الصغيرة دي بتراكم جواك إحساس إنك قادر، وإن صوتك مش ضعيف ولا مكسور. وبكرة الموقف الكبير مش هيكون بنفس الرهبة. خامس خطوة، استعمل جسدك. الصوت مش لوحده، جسدك بيتكلم معاه. طريقة وقفتك، نظرة عينك، حركة إيدك، كلها بتتكلم. لو وقفت منحني صوتك هيبقى مكسور. لو رفعت راسك بصيت قدام وخدت مساحة بجسمك حتى قبل ما تتكلم الناس هتصدقك. جسدك بيقول الرسالة قبل صوتك. وفي الآخر اوعى تفكر إن الثقة في الصوت معناها إنك تكون مثالي. بالعكس، الناس مش عايزة الصوت اللي زي الكمبيوتر، الناس عايزة الصوت الصادق اللي بيحمل خوفه وشجاعته مع بعض. أنا مستر ستيك، وده كان كلامي ليك عن إزاي تبني ثقة في صوتك وطريقة كلامك. لو حسيت إن الفيديو ده حرك حاجة جواك، اشترك في القناة، فعل الجرس، وسيب لي تعليق. هل عجبتك الحلقة؟ وخلي بالك، انت مش محتاج صوت مثالي، انت محتاج صوت صادق، صوتك انت.